شغلة سجلوها، سجلوا الرقم 1111. ايش تفاصيل الرقم 1111؟ بدناش نقولوا هالقيت، بيجي في وقت لاحق. سجلوا على مقاومتكم في قطاع غزة، سجلوا على حركة حماس، وسجلوا على كتائب الشهيد عز الدين القسام الرقم 1111. ستذكروا هذا الرقم. وبدي اقول أعيد وأكرر، لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما امتلكنا هذه القدرات. نعم، لقد تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة والصعبة، تخلت عنا أمتنا ودعمتنا إيران بالسلاح والأعداد والخبرات. لا بيمثلنا 7 أكتوبر، ولا بيمثلنا اللي صار ب7 أكتوبر، ولا بيمثلنا اللي أخذ قرار بجرب ناس لحرب. الله بقول تجنبوا لقاء العدو. الله الرسول كان يحافظ على حياة الناس. إحنا لا ضل حياة ولا ضل أهل ولا ضل بيوت ولا ضل ذكريات، وخلي الإخوان المسلمين يتبسطوا، وخلي حماس تفرح، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كان السبب. إسرائيل أولا، وحماس فرع الإخوان المسلمين في فلسطين ثانيا. أينما حلوا حل الخراب والدمار. احنا دفعنا ثمن تذكرة حماس، احنا دفعنا التذكرة لها. انا اولادي ابن اطفال اصغر ما فيهم 7 سنين، مش قطع بيهم، قطع بيهم. دفعت التذكرة، انا ابني دفع التذكرة لحماس. ليش عاملة فينا كده حماس؟ ليش قتلت النساء وقتلت الرجال وضيعت شباب العالم وضيعت المدنيين؟ خلاص بنت معي شباب معي. كثير من جهلة الناس اليوم يشككون بانتصار غزة، فيقولون يا شيخنا رغم كل هذا الخراب والدمار وخسارة الأرواح تقولون انتصرت. كيف انتصرت؟ نقول نعم، هذا مفهومكم الدنيوي تصطفلوا فيه. أما نحن نقول انتصرت رغم ألوفكم. انتصرت منذ 7 أكتوبر، ذلك اليوم المجيد الذي أذل العدو وبرغ أنفه بالتراب وفضح هشاشة جيشه الذي لا يقهر. انتصرت بصمودها 467 يوما، والعالم كله عليها برا وبحرا وجوا، فوق الأرض وتحت الأرض.